المستشفى اشتغلت تاني، فتحت أبوابها لكل لاعيبة النادي الأهلي. مستشفى الأهلي قالت أنا خلاص فاض بيا، كل يوم واحد، كل يوم لعيب. الدكاترة ديت المفروض يعني، مش عاوز اقول مثلا بتوقع اصابة ولا الكلام ده، بس ما ينفعش ان هو نقول ان هو بيتوقع اصابة والكلام ده، ولكن مستشفى الاهلي اتملت خلاص بقى، وبالذات من المحترفين. يعني اشرف داري بلغ ان هو عنده ارهاق في العضلة. ومؤخرا يحيى عطية الله طلع تبديل في ماتش سموحة، تمام. والاسعاف خدته على المستشفى على طول، جراحة عمليات في الوجه، عنده كسر في الجمجمة. ياسر ابراهيم متعور، واخد 4 غرز برضه في دماغه. وقبلهم علي معلول، وقبلهم كريم فؤاد، وقبلهم محمد، وبعدهم معاه محمد هاني. فرقة كاملة في المستشفى. الأهلي دلوقتي بيمشي برجل ونص، بيمشي يارك. الأهلي دلوقتي يعني حالته ميؤوس بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معلش بقالي كام يوم ما طلعتش معاكم، كنت مضغوط في موضوع كده. ان شاء الله لو تم هفرحكم بيه ان شاء الله معايا باذن الله، يعني ان شاء الله يعني. خير خير قوي. دلوقتي الحلقه ديت حلقه سخنه قوي، عاوزكم تركزوا معايا فيها وتسمعوا معايا للاخر. فيها شويه اخبار كويسه جدا، حلقه نار. يلا نبدا. النهارده كان ماتش الاهلي وسموحه، والاهلي كسب سموحه 2-0 بجون قفشه وجون امام عاشور. وامام عاشور احتفل النهارده ببالونه. الناس كلها طلعت هللت، ده بالونه بيضه، ده انت بتغيظ جماهير الاهلي، ده انت مش عارف ايه. وبعدها بعد ما امام وصل، نزل على الانستجرام بتاعه هو وبنته مع البالونه البيضه، ان هو يعني انا بحتفل ببنتي، ماليش دعوه باي جمهور تاني، انا بحتفل ببنتي، بلاعب بنتي، محدش يقدر يتكلم معاه. ورابطة الأندية قالت أنا ما أقدرش أطلع عليه أي عقوبات، لأن مفيش أي لائحة بتطلع عقوبات على البالونة. جمهور الأهلي، جمهور الزمالك، حبيت لقطة هم عملوها. جمهور الزمالك حي شهداء الأهلي، فردها له جمهور الأهلي، قام جاي محيي شهداء الزمالك. ده حاجة حلوة، وكويس إن ديت بتبعد جماهير عن التعصب، حاجة جميلة جدا، طاقة إيجابية في الملاعب. نبدأ بقى بالنسبة للماتش. الماتش النهاردة كان نار، ماتش سخن. الجماهير شدت اللعيبة، بسبب الجماهير اللعيبة لما كانتش اتشدت شدة محترمة ما كانتش نزلت عملت الأداء ده في المباراة النهاردة. بس للأسف يعني تخيل إنك بادئ المباراة بجناح واحد بس، اللي هو حسين الشحات، وحسين الشحات ما كانش في الفورمة، تمام. وعدت وكسبنا 2-0 الحمد لله. نبدأ بأول خبر، إن النادي الأهلي اقترب من صفقة مصطفى العش وعبد الرحمن البنوبي. والله النادي الأهلي عرض على نادي زد 35 ل 40 مليون جنيه، وياخد الاتنين اللاعبين. نادي زد رفض، قال العرض المادي قليل، فالأهلي عرض 30 مليون وخدوا 2 لعيبة إعارة، على راسهم كهربا.
زد قال لا انا مش عاوز لعيبه، انا عاوز فلوس. فمننص لعيبه عم بيقول ايه مش عاوز اعاره. فرجع الاهلي عرض 40 مليون وقال ايه ده اللي عندنا، والمفاوضات شغاله، بس يعني نسبه 80% يعني قربت تنتهي ان شاء الله. نادي قطر القطري وصل لمرحلة نهائية خلاص، بيرستاو بره الأهلي تمام، في دول الخليج. طلع على قطر يعد فلوس، هو جاي عشان يعد فلوس، طلع على قطر تمام، وكل حاجة تمت الحمد لله، وهو بره خلاص النادي الأهلي تماما كده. احنا فضينا مكان للايه للمحترفين تمام. ونادي نادي دمق السعودي بيقدم عرض رسمي لعلي معلول. سبحان الله، يعني خلاص احنا عالجنا الراجل بقى كويس بفضل ربنا تمام. ويحيى عطية الله اتصاب ولسه محدش عارف هو يقعد قد ايه. يجي بقى ايه نادي زي ده انا عاوزين علي معلول. طب انا اكيد مش هنفرط في علي معلول احنا ما عندناش في المكان ده حد تمام. ف وعلي معلول خلاص بيتأهل وخلاص، يعني هو لعب بس يعني نزل في التدريبات الجماعية يعني، وإن شاء الله هيقيد في الانتقالات الشتوية ديت. أحمد القندوسي بيتمنى وبيحلم إنه يرجع للنادي الأهلي تاني تمام، ولكن عشان كده رفض إن ينتقل للسيراميكا انتقال نهائي، يعمل محاولة كان يرجع تاني نادي الأهلي. وأنا بصراحة من رأيي يرجع، ويعني ما عملش أي حاجة يعني عشان نعرضه للبيع ولا الكلام ده. أنا مش عارف كابتن محمد رمضان ماله بيتلكك ولا بيعمل إيه بالظبط ولا إيه تمام، بس يعني لا أنا من رأيي إنه يرجع لاعب. خسارة إنه يطلع بره النادي الأهلي، خسارة كسر الدنيا مع سيراميكا. بالنسبة لعمر كمال احنا في حالة مطمئنة دلوقتي، يعني هو خلاص في المرحلة الأخيرة إن شاء الله وهيرجع. وبالنسبة لمحمد هاني انتظم في التدريبات الجماعية برضو، وإن شاء الله على أبواب إنه هيرجع. كهربا هو طبعا غاب عن التدريب بتاع امبارح، المباراة بتاع النهاردة عشان هو كان عنده نزلة برد. ومروان عطية بيلعب النهاردة، هو كان مستبعد في مباراة شباب بلوزداد لأنه هو كان عنده آلام خفيفة تمام. ايه الخبر اللي بعده؟ طرابزون بالتركي هو مطلع محمود تريزيجيه إعارة لقطر. الأهلي دخل بمفاوضات جادة تمام عشان يشتري ويحصل على خدمات محمود تريزيجيه. أنا مش عارف يعني الصفقة ديت هنخلصها امتى، بس يعني طولنا فيها أوي. بالنسبة عمر الساعي ما شاركش معانا الموسم ده خالص، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده، وكان مشاكل ال مش مشاكل بقى، عدم مشاركته والكلام ده كلته، وعارفين السبب يعني كلنا مش مقتنع والكلام ده، شايف ان في مكانه احسن يعني موجود. هو طلب الإعارة عشان يطلع يلعب بره، ولكن كولر طلع زي العقدة في المنشار، لا أنا عاوز عمر الساعي يفضل معايا. طب يا عم اديله فرصة، تفهمش يعني ايه بالظبط. ماشي. ياسر إبراهيم خلاص قرب إنه يجدد للنادي الأهلي إن شاء الله. ونادي السواحل الليبي بيجدد عرضه تاني للكابتن عمرو السولية. عاوز كابتن عمرو السولية دلوقتي معاه عرضين، عرض إماراتي وعرض ليبي. طيب الخبر التاني إن شاء الله بيقول لك الأهلي يرسل خطابا لنادي بانيك تمام بتفعيل الشرط الجزائي المتواجد في عقد البرازيلي إيفرتون تمام بقيمة $1,200,000. كريم فؤاد بقى زي ما قلنا إن هو خلاص يعني بيجري دلوقتي حوالين الملعب في المرحلة التانية بتاعته،
عشان بيتأهل، عشان ايه، خلاص على الابواب، راجع يعني، راجع ان شاء الله. تمام. مصطفى شوبير وصل له عرض قوي جدا من نادي سعودي. تمام. ولكن الاهلي اتمسك بيه بشده، عندناش غيره يعني. الشناوي الفتره ديت مستواه نزل خالص. هيبقى كده عندنا مصطفى شوبير، بعد كده حمزه علاء. فلسه حمزه علاء ما عندوش الخبره، فلا مش هينفع نسيب مصطفى شوبير دلوقتي. الفريق دلوقتي هيجهز نفسه عشان يسافر لكوتوفوار، يلاعب استاد ابديجان يوم السبت الساعة 6 مساء. الخبر اللي جاي ده بقى خبر مهم جدا، خبر مهم جدا جدا دلوقتي، ومش متأكد منه ومش واثق منه، إن شايف ناس كتيرة بتتكلم فيه دلوقتي. رينيه فايلر بيرحب انه يرجع يدرب النادي الاهلي خلفا لمارسيل كولر. ماشي، بس انا مش مرحب ليه بالموضوع. اولا انا مع الكابتن محمود الخطيب ان ما ينفعش مدرب يتغير في نص الموسم، وبالذات احنا داخلين في مرحله جديده، مرحله كاس العالم. تمام. انا بحترم راي الكابتن محمود خطيب وفكره ان لا، المدرب عاوز غيره في اول الموسم عشان يبدا اعداد وموسم جديد، يبقى يعرف هيشغل الدنيا ازاي. ولكن محدش عارف ايه الجديد. احنا كنا برضو بنقول الكلام ده ايام موسيماني ساب الفريق في نص الموسم، وجي بعد منه مين، المدرب البرتغالي اللي هو كارلوس ده، ولا مش متذكر اسمه يعني. قعد فترة 6 شهور وجي مكانه كولر على طول. فما تهيأليش ان اساسيات النادي الاهلي ان هي ترجع واحد زي ريني فايرر علشان الفرق. انت كده كده مانشستر سيتي تخيل مستحمل جوارديولا 13 سنة، ومستحمله بالذات الموسم ده اللي هو اعلن فيه انه هيمشي. تمام. ان هو اسوأ موسم له في تاريخه. تمام. فلا هو كابتن محمود خطيب صح في رأيه زي ده كده بالظبط. عندي خبر بقى شباب بلوزداد لما كان بيلاعب النادي الاهلي، ف في خبر ولسه ما تأكدناش منه، ان بيقولوا ان شارك لاعب كان موقوف، فالاتحاد الافريقي هيحقق في الموضوع، ولو فعلا الكلام ده صحيح هيبقى فيه 3 نقاط للنادي الاهلي، هيتحسب لنا 3 نقاط على طول. نفس المشكلة بقى حصلت بس مش لاعب موقوف في الدوري المصري، مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي. اللائحة بتقول إن أنت بيبقى عندك 5 لعيبة أجانب و3 تحت السن، وشرط إنك تشارك في المباراة الواحدة 5 لعيبة أجانب. هو مودرن سبورت شارك 6 لعيبة. دي مسؤولية مين؟ مسؤولية 2، الجهاز الإداري بتاع نادي مودرن سبورت والحكم الرابع. وفي تحقيق في الموضوع ده لحد ما تشوف النتيجة توصل لإيه بالظبط إن شاء الله. دلوقتي أشرف داري اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، يلا بكملت في مستشفى الأهلي. والأهلي مصدر من الأهلي أكد غياب يحيى عطية الله من 4 ل6 أسابيع، لأن هو دخل في جراحة عاجلة على طول. مساهمات بقى إمام عاشور مع النادي الأهلي من ساعة ما جه. تمام. في المباراة بتاع سموحة لعب 90 دقيقة، سجل هدف، خد رجل المباراة، كان دقة تمريراته 70%، وعمل 4 مراوغة صحيحة. أما بالنسبة مع الأهلي لعب 62 مباراة، ماشي، تخطى لعبه مع نادي الزمالك.
لعب مع الزمالك 102 مباراة ماشي، ساهم في 26 هدف. أما مع النادي الأهلي لعب 62 مباراة وساهم ب27 هدف. أداؤه بصراحة مع الأهلي متطور جدا جدا جدا. بالنسبة لنادي الزمالك، نادي الزمالك هو مدرب نادي الزمالك بيتابع طارق حامد ومتابع مجهود طارق حامد مع النادي بتاعه في السعودية، وقال لك طارق حامد لا هو سنه كبير، مش ده طارق حامد اللي انا اعرفه يعني. فاتجه نادي الزمالك انه يروح لمحمود جهاد لاعب خط الوسط بنادي فاركو، وشغالين عليه بقوة وخلاص يعني عن قريب ان شاء الله هيبقى في الزمالك مع لاعب افريقي، ده مهاجم صريح وجناح. والمهاجم الافريقي برضو اقترب برضو انه ايه، مثل انه يتعاقد مع نادي الزمالك. آه، اكرم توفيق بقى، وحوارات اكرم توفيق اللي ما بتخلصش. تمام. لا منه رايح مضى للفريق القطري، ولا جدد مع النادي الاهلي، لسه متعلق في النص. لسه لانه اكرم توفيق طالب ان هو يكون تبع الفئه الاولى من النادي الاهلي، اللي هو الفئه الاولى بتبقى من 20 ل 25 مليون جنيه. تمام. ولسه برضه تجديد محمد الشناوي لسه قائم، لسه ما جددش، لأن محمد الشناوي عاوز إيه؟ عاوز يجدد ب35 مليون جنيه في الموسم. النادي الأهلي لسه بيفكر لو هيرفع المرحلة الأولى، الفئة الأولى من 30 ل 35 مليون، هيدخل إيه؟ محمد الشناوي. لو هيفضل على كده ما اعرفش بقى هيجدد للشناوي ازاي، او هيتكلموا مع بعض في الايه، في الماديات. كابتن حسين لبيب بيتكلم يقول ايه بقى، اللي هو دفع 61 مليون جنيه للاتحاد المصري مديونات للايه، للتعاقدات لتقييد اللعيبه في الايه، في المواسم. وعاوز هو هيدفع 51 مليون جنيه، معذرة 51 مليون جنيه سدد ديون ليه. وإن الاتحاد طالب منه ال 61 مليون جنيه الباقيين يدفعهم الشهر ده، تمام، عشان إيه، يأيد لعيبة. النادي ما فيهوش فلوس. كابتن حسين لبيب طلع يتكلم إن أنت المفروض يا كابتن حسين، أنت قبل ما تترشح للانتخابات أنت كنت في المطبخ بتاع نادي الزمالك، عارف الدنيا ماشية ازاي، عارف المديونات، انت عامل دراسة جدول كل ده. انت المفروض مش طالع تشتكي يعني، انت عارف الدنيا. تمام. ودي مديونات يعني، انا من رأيي المفروض النادي الزمالك يسدد ديونه بتاع الضرايب الاول عشان يفوق منها. ديونه للاتحاد، الديون ديت لازم تتسدد، اللي هو ممدوح عباس جزء منها، اللي احنا دلوقتي بندور ان احنا نجدد لزيزو ونسيب الديون. خلاص جددنا لزيزو مثلا، طيب الديون ما هي متراكمه بفوايد، لسه نادي الزمالك ما فاقش، الديون دي تتسدد الاول قبل من زيزو، نادي الزمالك يفوق، بعد كده نفكر في زيزو وغيره. اهم حاجه نادي الزمالك ده يفوق من الديون اللي عليه. طول ما عليه ديون، طول ما هو مش هيفوق، طول ما مش هيعرف يبص للعيب ولا يقول له انت ما بتلعبش ليه، ولا انت مستواك قليل ليه، مرتباتك بتتاخر، انا مش مركز في الملعب عشان انت مأخر مرتباتي، انا راجل فاتح بيت. الفرصة الشقية بتاعت مين؟ بتاعت كريم فؤاد، بتاعت كولر، اللي هو مين الفرصة؟ كريم فؤاد. كريم فؤاد خلاص هو في المرحلة النهائية، وهيخش التدريبات قريب ان شاء الله، التدريبات الايه، الفردية والجماعية ان شاء الله قريب، يعني في خلال اسبوع او 2 بالكتير اوي يكون شارك في التدريبات الجماعية. اللي كولر كان بيعتمد عليه في الجناح مين؟ باك شمال، بيعتمد عليه في مراكز كتير، لما كان بيلعب كان هداف. لا يعني بصراحة احنا خسرنا لاعب زي ده في الإصابة، هو خلاص يعني على الأبواب بإذن الله. بيراميدز امبارح عملت ماتش عالمي،
والمنتدى قلبت الطاولة على ترجي. سمعت المعلق بيقول ايه، او معجبتنيش الكلمة بتاعته، ان الترجي بيلاعب الفرق المصرية على ارضه اكنه بيلعب على ارضه هو، بيلاعب الفرق المصرية على ارضها اكنه بيلاعب الفرق ديت والفرق التونسية على ارضه، يعني متحكم في رتم المباراة. نادي اذا ما تحس ان اللاعيبه سمعت الكلمتين دول ونزلت خدت الدش المحترم من المدرب ما بين الشوطين، نزلت كانت النجيله في الشوط التاني، جولين في الشوط التاني خلصت الماتش. رجاله والله. مصطفى فتحي بينوي ان هو يرجع لنادي الزمالك، بس هو متوقف على موافقه نادي بيراميدز، ومتوقف طالب من نادي الزمالك 20 مليون جنيه في الموسم. فنادي الزمالك بيدرس الايه، العرض ده وان شاء الله في المستقبل هتشوف في جديد ولا ايه الدنيا. كده احنا انتهينا النهارده بالحلقه ديت، معلش هي طولت شويه، كان فيها شويه معلومات كتير، شويه اخبار حلوه لنادي الزمالك والنادي الاهلي. ولكن عشان احنا برضه ما طلعناش بقالنا كتير، بقالنا 3 ايام لظروف عندي هنا، بس يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمت على خير بإذن الله، وهبشركم بخير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.